وإن الشدائد ليعرف بها معادن الرجال، فمن الناس من يقف معك في زمان الشدة لا تنساها له ما حييت دهرك أبدا، وإن وقفته هذه لتظل جميلا على عنقك تذكرها له ما حييت حتى تلقى الله عز وجل. والوقفة ليست بحسب أن تكون بالمال فقط، لأن بعض الناس عنده فقط التصور على المال، لا، قد تكون الوقفة بأن تربت على ظهره، وأن تخفف من همه، وأن تشاركه الحزن الذي هو فيه. والوقفة قد تكون بالمال، والوقفة قد تكون بالجاه، والوقفة قد تكون بالسلطان، وهذه الوقفات تتنوع. وأعظم من وقف مع الناس وواساهم في مصائبهم ومحنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: لما قدم المهاجرون المدينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء المهاجرون تركوا الأموال وتركوا الديار وتركوا كل ما يملكون ونفذوا بجلودهم فقط وبما يلبسون مهاجرين لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فآواهم الأنصار ورحبوا بهم وفتحوا لهم الديار وطلقوا لهم الزوجات من أجل أن يشاركوهم، وقسموا لهم الأموال من أجل يقتسموا معهم. فكان هذا المعروف الذي صنعوه في نفوس كبار ترعى الجميل ولا تتنكر لمن بذل. جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل شاركونا المهنأ يا رسول الله، حتى إنا خفنا أن يذهبوا بالأجر كله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. رددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصل فيهم على أن من بذل لك معروفا فكافئه، فإن لم تستطع أن تكافئه فادع الله له حتى تظن في نفسك أنك كافأته. هذا هو الجزاء لمن لا يملك ردا لجميل ولا معروف ولكن يرعاه في نفسه، هذا من أصالته. وقلت لكم الرجال مواقف، فمن وقف معك في زمان الشدة لا تنساه أبدا. هذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وقص الله خبرهم في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كان جزاؤهم صادقين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكلمهم أحد ولا يتكلم إليهم. هذا أولا. مضت الأيام الأول فأمر الزوجات أن يرتحلن عن كل واحد وأن يعتزلوا زوجاتهم. هذا الثاني. الثالث: لا يبيع لهم أحد ولا يبتاع منهم. كانت العقوبة على نفوسهم عظيمة، ولكنهم صدقوا الله عز وجل فصبروا. صاحبنا كعب رضي الله عنه قال: فبعد 40 ليلة جاءني كتاب ملك غسان يقول لي فيه: يا كعب بن مالك، سمعنا أن صاحبك قد غلاك. هذا الرجل النصراني أرسل هذا الخطاب يريد من كعب الارتداد ويريد منه الرحيل إليه. قال: سمعنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في أرض هوان، فالحق بنا نواسك يا كعب بن مالك. فنظر إلى الخطاب وهو خطاب من ملك غسان، فمسكه فزجره في التنور،
فقال والله هذا أيضا من البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يطير ممن يلهثون عبر السفارات ويبحثون عن الملاذات في الخارج من أجل الفنادق الفارهة والسكن المريحة، يلهث وراء مثل هذه الأشياء. قال الله المستعان وهذا أيضا من البلاء، فزجره في التنور الفرم. قال ابن القيم أحرقه في التنور ليحرق وساوس الشيطان من قلبه، حتى لا يقول هذا خطاب تذكاري من ملك خاطبني به يريد مكانه، أبدا، زجره في التنور وأحرقه ليحرق وساوس الشيطان من قلبه. قال حتى وافيت 50 ليلة، 50 يوم ما في أحد يكلمه، ما في أحد يتكلم معه، لا أحد يجالسه، لا أحد يؤانسه. قال وبعد 50 ليلة ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي كما سمى الله، فصعدت فوق الجدار، طلع في رأس البيت. قال وأنا على الجدار أسمع بصوت من بعيد يقول يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليك الشمس، يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. قال وكان الصوت أسبق من الريح. قال فلم أجد فخلعت له ردائي مكافأة على بشراه لي، فاستعرت ثوبين ولبستهما وطفقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل كعب بن مالك المسجد من الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قال كعب والناس جلوس، فقام لي طلحة ابن عبيد الله فعانقني وقال ليهنئك توبة الله عليك يا كعب، والله ما قام لي أحد سوى طلحة، والله إني لا أنسى له هذه الوقفة أبدا ما حييت.